سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. أرسلت موسى بالتوراة مبشرا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. كان اللقاء مع كلمة العلم والعلماء فضيلة الشيخ أحمد شحاتة. في هذا اللقاء الذي أقيم تكريما للوالد الحبيب فقيد أسر وعائلات نجاح وعائلات البلاسي، أسأل ربي أن يكون برفقة سيدنا رسول الله في الجنة. فأراد الله عز وجل أن يكتب حسن الخاتمة لهذا الرجل، فنحن مقبلون على أفضل أيام الله تعالى، ألا وهي العشر الأول من ذي الحجة. فأقسم الله عز وجل في قرآن يتلى إلى قيام الساعة ليعلمنا قدر وقيمة هذه الأيام. فقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قيل أي العشر الأول من ذي الحجة. وفيها يوم عرفة الذي يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. فهنيئا لمن صام هذه الأيام وسارع بالأعمال الصالحة، فذاك اليوم يوم عرفة. هنيئا لك لمن صمته وقمت ليله ورفعت يداك إلى السماء في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر. فيا أيها الأخ الحبيب، أراد الله عز وجل أن تعيش إلى هذا الوقت، فاستنهز هذه الفرصة، فما بين طرفة عين وانتباهتها تكون في معسكر الموت. فالموت لا يترك صغيرا لصغره ولا عظيما لجبروته ولا حاكما لقوة سلطته ولا محكوما لعدله، بل قال فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاطبه ربه قائلا: أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. النهاردة أصبحنا في زمن بعيدين كل البعد عن تعاليم وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: القرآن الكريم هو مأدبة الله في أرضه، وهو النور الذي نسير على نهجه. وقال أيضا ويقال أيضا لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا،
فإن منزلتك اليوم عند آخر آية كنت تقرأها. فعلينا أن نجعل نصب عيننا كتاب الله عز وجل، وأن نعلمه لأولادنا. فالقرآن الكريم هو الصراط المستقيم الذي نعبر به من هذه الدنيا إلى الآخرة. فقال الله عز وجل في كتابه العزيز: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال أيضا: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذ ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أسأل ربي أن يهدي شبابنا إلى طريق القرآن الكريم، وأن يجعلهم صالحين أتقياء آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.